في القرن ال11 في الأندلس، وتحديدا في مدينة قرطبة اللي كانت هي عاصمة ومركز علم وشعر وسياسة. في هاي المدينة كان يعيش شاعر شاب اسمه ابن زيدون، ذكي وطموح وقريب من دوائر الحكم، يعني اسمه كان معروف في القصور. وفي نفس المدينة كانت تعيش امرأة اسمها ولادة بنت المستكفي، ابنة خليفة، شاعرة وصاحبة أكبر مجلس أدبي في قرطبة، والمكان اللي بيجتمع فيه كبار العقول. وبهذا المجلس نفسه تعرفوا بن زيدون وولادة على بعض، وبلشت قصة حب بينهم. وهذا الحب ما كان عابر، ولادة كانت أول مرة بحب فيها ابن زيدون، وابن زيدون كان الحب الأول لولادة. لكن الواقع السياسي في قرطبة ما كان بيرحم، والسياسة دخلت بينهم، والغيرة والصراعات والوشاية. خصوم ابن زيدون أسقطوه من مكانه واتهم بالتآمر ودخل السجن. في لحظة واحدة تحول من شاعر مقرب من الحكم إلى اسم تقيل. وللأسف ولادة أنهت العلاقة معه، مش عشان الحب اختفى بينهم، بس لأنه السلطة ما بتعترف بالحب. ومرت السنين، ابن زيدون خرج من السجن، غادر قرطبة، بنى حياة جديدة، قلد المناصب وتزوج. الحياة ظاهريا اكتملت، لكن بعد كل هذا جلس في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، وكتب قصيدة. هاي القصيدة ما كانت لزوجته ولا لحاضره، كانت لامرأة انتهت قصته معها من زمن بعيد، ولادة. وكتب: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. بما معناه القرب صار بعد، وكل ما كان جميل صار مستحيل. صديقتي، عمركم شفتوا حدا كاتب شعر عن حب الرقم 14؟ أحببتك بعد رانيا سما دنيا سماء وعلا، ولكن حبي لك والله هو الأصدق. فيش إشي هيك على حد علمي، يعني إذا في حدا بيعرف قصيدة زي هاي يحكي لي. اليوم بدنا نحكي ليش في كل مكان حوالينا، ويمكن من تجاربنا الشخصية أو من تجارب ناس نعرفها، يصور الحب الأول على إنه أقوى وأصدق حب. وهل هو فعلا هيك؟ بس قبل طبعا لازم نشوف إيش معنى حب. نبلش في الجانب العلمي أو التفسير العلمي للحب، عشان العلم ممل وبديش أزهقكم كتير. علميا المكان اللي بتنشط بالدماغ لما تتعاطى مخدرات هو نفسه المكان اللي بتنشط لما تبلش تحس بمشاعر لحدا أو بمشاعر الحب. طبعا لما يتنشط بيكون في إفراز الدوبامين، وطبعا وين ما في إفراز للدوبامين في إدمان. ومش بس هيك، المنطقة المسؤولة بالدماغ عن التفكير المنطقي والتحليل بتطفي. فأنت عندك شغلتين بالدماغ: المنطقة اللي بتخليك تدمن بتتفاعل، والمنطقة اللي بتخليك تفكر تطفي. وهذا يساوي عميان. عشان هيك لما تحكي لصاحبك انه هذا الشخص مش منيح لإلك، مش راح يسمع لك. طبعا مش راح يسمع لك عشان انه اول اشي بتعاطى مخدرات، خلينا نحكي بتعاطى مشاعر، ثاني اشي عشان انه مش قادر يفكر اصلا، فما تجربش معه. طيب، وهلا شفنا التفسير العلمي، بس اكيد بنقدرش نحصر مشاعر زي الحب بتفاسير العلم والبحوث والامور هاي كلها. فخلينا نروح نشوف المفكرين بالتراث العربي ايش كانوا عمالهم بيحكوا على الحب وشو تفسيرهم له. بس حتى في التراث العربي الموضوع مش بالبساطة هاي، وانقسم تفسير الحب في التراث العربي لقسمين. قسم فسر الحب بناء على تجاربه الشخصية، زي على سبيل المثال محمود درويش الشاعر الفلسطيني اللي فسر الحب على انه اثبات وجود عن طريق شخص اخر. وطبعا هذا منطقي عشان هو فلسطيني، يعني وجوده وهويته مهددة على طول، طبعا رح يكون هيك تفسيره للحب، او من هون جاي على القليلة. وعندك قيس بن الملوح او بالملقب بمجنون ليلى، اللي كلنا بنعرف اشعاره وقصته مع ليلى، اللي فسر الحب كفقدان ذات واختلال في التوازن في النفس البشرية. وشفنا قديش يمكن الحب يكون مأساوي. وبالمناسبة تجربة محمود درويش الأولى مع الحب كانت برضه مش مثالية، وانتهت بأنه بينه وبين محبوبته في بندقية. والقسم الثاني اللي فسروا الحب في التراث العربي فسروا الحب بناء على معاشرتهم للناس وسمعهم قصص الناس، زي ابن حزم الفقيه والقاضي اللي كان عايش في الأندلس، وفسر الحب على إنه اتصال الأرواح وعودتها للمألوف. بمعنى إنه الأرواح هي كانت تعرف بعض من قبل، وبحكم معرفتها لبعض لما يتقابلوا في الدنيا بيرجعوا لبعض زي كأنه. فإنه الحب ما بيصير بين شخصين غربة، يمكن غربة ماديا في عالمنا هذا، ولكن أرواحهم كانوا بيعرفوا بعض من قبل، وعشان هيك بيميلوا لبعض في هذا الزمان والمكان. أو زي الجاحظ اللي كان يشوف إنه الحب ما بيميز الشخص اللي بنحب، بل بيظهر قدرة الشخص اللي بحب على إظهار مشاعره، أو إنه الشخص اللي بحب فيه فائض مشاعر وأحاسيس وبيقدر يظهرها، والحب تبعه نتيجة إنه هو جواه في مشاعر فائضة أو فائض أحاسيس. فيعني التميز مش بالشخص اللي بنحب، بل بالشخص اللي عماله بحب. طيب، بعد ما شفنا كل التفاسير هاي ما وصلنا لنتيجة. فيعني مع اختلاف تفسير الحب أو وحدتها
في العلم برضه ما فهمنا ليش الحب الأول بالذات مميز. إذا بالعلم كل الحب بصير بنفس الطريقة وهو كيمياء، وإذا حسب التفاسير التراثية في تراثنا العربي سواء زي تفسير الجاحظ ولا ابن حزم ولا محمود درويش، ليش بضلوا الحب الأول مميز وطاغي على ثقافتنا والفن تبعنا باختلاف أشكاله؟ إذا وصلت لهون وعجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، عشان أثبت العلم اللي بيعمل سبسكرايب أسهل عليه يلاقي الحب. نكمل بالفيديو. وعشان نعرف ليش الفن بصر على الحب الأول لازم نرجع شوي لورا. بدي إياك أو إياكي تتخيل نفسك قبل حبك الأول أو حبك الأول. لما كنت مكتفي بنفسك، أفكارك عن نفسك ثابتة، وثقتك بنفسك مش مربوطة بنظرة أي حدا خارجي لإلك. وكيف بعد ما دخلت حدا على حياتك لأول مرة انكسرت كل هاي المفاهيم. بصير في رأي حد خارجي عنك مهم وانت بتحب تسمع رأيه فيك. بطل نظرتك لنفسك هي الكفاية، صار برضو نظرته لإلك بتهمك. لا، وبتدخل معه هذا الحب بدون اي ادوات او دفاعات عشان تحمي نفسك، عشان انتوا هتكملوا طبعا لطول العمر مع بعض بدون اي مقارنات او تجارب سابقه، بدون اي حذر او وعي لعواقب. فبشكل او باخر نقدر نحكي انه الحب الاول يساوي البراءه. ولهذا السبب بالذات الفن بصر على الحب الاول لكونه رمز سهل. فالفن بحب البدايات لانها واضحه وقابله للتعاطف الجماعي، والجمهور راح يفهمها فورا وبدون شرح كتير. فسواء كانت التجارب ايجابيه او لا، في الغالب لا، بس الشعور مشترك. يعني جميعنا غالبا مرينا بتجربة الحب الأول، وبغض النظر عن كيف نهايته أو إذا لسه مكمل، في الغالب نهايته سلبية، بس هو ذاكرة جماعية وحنين مشترك. ومن بعده اختلف حالنا كتير عن من قبله، ونقدر نحكي إنه بطلنا بنفس البراءة، ويمكن حتى بطلنا نشوف هذه النوعية من البراءة في حياتنا الشخصية بالمرة. صرنا حصرا نشوفها بس بالفن بمختلف أشكاله زي بالأفلام أو غيره. فيعني لما ابن زيدون اللي حكينا عنه بأول الحلقة حكى بشعره إنه كل ما كان جميل صار مستحيل، مش بالضرورة كان بيعني بس اللي بينه وبين ولاده، بل يمكن برضه بيعني نسخة منه بطلت موجودة بحكم ايش مرق فيه وايش صار بحياته بمرور السنين، من سجن من خذلان وايا كان. فهو نسخة اختفت بحكم الاحداث اللي صارت معه، وهو بلكي بحن لها عماله. ونفس الاشي بينطبق عليك او عليكي. فانت يعني لما تسمع اغنية عن الحب او عن الحب الاول مش ضروري تذكرك بالشخص اللي كنت تحبه على قد ما تذكرك بانت كيف كنت قبل ما تحب هذا الشخص. تذكرك بنسخة بطلت موجودة منك. مش في ميم تحكي لك الشاب بنكسر قلبه مرة وعمره 16 سنة بعدين برجعش كيف كان؟ تقدر تحكي انه هذا هو التفسير تبع ليش الحب الاول له الاثر الكبير هذا اللي علينا، وكيف بضله بذاكرتنا جميعا وبترك اثر كبير. يعني الحب الاول هو مش اسطوره وبنضل نشوفه احنا حوالينا او بضله مرافقنا عشان هو الافضل. هو مميز لانه شكلك، علمك وكسرك وفتح عيونك على امور انت ما كنت منتبه لها كثير من قبل. ويمكن ما يتكرر الحب الأول بنفس الصورة، ولكن هذا لا يعني إنه هذا إشي سلبي. عشان حتى لو أجاك الحب كمان مرة بس بصورة تانية مش معناته إنه هذا الإشي أقل جودة أو أقل معنى. بالعكس، الحب الجديد اللي أنت بتاخده من شخص تاني مختلف عن الحب الأول، وما فيه نفس طريقة المشاعر تاعون الحب الأول، ولكنه بيقدر يكون صحي أكتر لإلك، مناسب أكتر. يعني فكر فيها هيك، إحنا جميعنا هلأ وكيف شخصياتنا تشكلت وكيف إحنا كأشخاص اليوم هو أثر أو نتاج كل الناس اللي قابلناهم بحياتنا قبل هيك، وكل واحد فيهم ترك أثر فينا وصلنا لكيف إحنا هلأ اليوم. يعني كل شخص بنقابله سواء كانت صداقات أو علاقات عابرة أو ناس بتقابلهم فترة معينة بحياتك وبيروحوا، تركوا أثر فيك وتركوا أثر على شخصيتك. وإنت اليوم نتاج كل هدول الأشخاص اللي تعرفت عليهم والدروس اللي تعلمتهم منهم أو معهم أو أيا كان. فالحب الأول هو درس يعني بيجي بيجلدك فعشان هيك أنت بضله في ذاكرتك محفور، وبضله ذاكرة جماعية موجودة حوالينا بالفن بالأشعار والأغاني وأيا كان. اول اشي، اذا انت لسه ما خضت حبك الاول ما تخلي هذا الفيديو خوفك، بالعكس تجربة مش غلط، وكثير في امثلة على ناس كملوا مع حبهم الاول. زي مش خاطر على بالي بس اكيد فيه، فما تخافوش. واذا انت لسه كنت مع حبك الاول تقدروا تضحكوا على البائسين المجاريح في التعليقات. وكرسالة عامة للجميع، في بحثكم عن الحب بمختلف انواعه حاولوا دائما تفتشوا على نوعية الحب اللي بتحكي عنه ام كلثوم باغنيتها الشهيرة انت عمري، واللي بتحكي فيها اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. يعني فتشوا على الشخص او الحب اللي بحسسكم انه كل حياتكم قبل هذا الحب كان عبث ومضيعة للوقت، وانكم بلشتوا تعيشوا من وقت ما حبيتوا هذا الشخص. كرسالة أخيرة أصدقائي، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب، تحطوا لايك إذا الفيديو عجبكم، تقولوا رأيكم بالتعليقات، وأشوفكم تشوفوا لقدام وفي المستقبل. شكرا على المشاهدة ومع السلامة.